هل ممكن أحجار أوتاركا الجيرية تكشف لنا إن ده بير دفن وتكنيز مش بير سقيا مياه؟ لا، ده احنا نخلع وننزل بقى عشان تعرفوا احنا بنتكلم في ايه. أغلب المساجد الإسلامية كان موجود فيها آبار علشان الوضوء، لكن في هنا شيء عجيب غريب جدا. شايفين الأرجل دي؟ سامعين صدى الصوت؟ دي في حاجة هنا هوريها لكم مثبتة في أحجار أوتاركا الجيرية، إن ده مش بير للمياه يا أصدقائي، ده بير دفن وتكنيز ممكن يرجع عمره ل2000 سنة قبل الميلاد. وتعالى نفهم أولا يعني إيه دفن وتكنيز، وإيه اللي ممكن يخلي بير زي كده موجود داخل مسجد. مبدئيا يا صديقي خد كم معلومة دي على الماشي على ما ننزل كاميرا داخل البير نحاول نشوف فيه ايه تحت ونعرف يعني ايه آبار دفن وتكنيز وايه أهميتها. عندنا اكتشافين مهمين جدا قديما عرفونا آبار الدفن والتكنيز، منهم منطقة سكارة. في منطقة أبواب القطط أنتج عن عملية التنقيب اكتشاف 3 آبار بأعماق مختلفة تتراوح ما بين 10 إلى 12 متر، عثر بداخلها على 59 تابوت خشبي. لكن مش دي بس بداية معرفتنا لآبار الدفن والتكنيز، وعندنا مقابر دير البرشا الأثرية الموجودة جنوب العاصمة المصرية القديمة، واستخدمت خلال عصر الدولة الوسطى للأشمونيين. عثرنا فيها على 4 آبار تحتوي على تابوت وأجزاء من الأثاث الجنائزي وقطع قيمة مصنوعة من الألبسط. وعندنا كمان منطقة الخلوة في الفيوم عثر فيها على بير شرق مقبرة الأمير واجي، والبير كان بداخله 3 حجرات للدفن وتماثيل وأواني فخارية ورأس أواني الكانوبيه وأحشاء الموتى. وأهم أثر عرفنا يعني إيه آبار دفن وتكنيز وهشرح لكم الفكرة، هي شقفة أوتاركا اللي اكتشفت في صعيد مصر وتم التبرع بيها لمتحف مانشستر سنة 1913 ميلادية، وأحيانا بيسموها شقفة أستراكون. الشقفة دي بقى نظامها إيه أو شرحت لنا إيه؟ الشقفة من الحجر الجيري واكتشفت من طيبة الغربية، تعود إلى عصر الدولة الحديثة وتبرع بها السير جاردينير للمتحف. الشقفة موضح عليها مشهد جنائزي يظهر الرسم عموديا لقبر من نوع المعروف في دير المدينة اللي كانوا بيدفنوا زمان في عملية زي عملية الآبار دي، كانت للتضليل من السرقة، وكان لهم آلية إن هم يخفوا البير وبيخفوه بجرات من الرمل. وأحيانا كانوا بيعملوا بير متصل بغرفة الدفن وجنبه بير متصل بغرفة الكنز، إيمانا بالحياة الأخرى وإن الميت هيبعث فمحتاج لكنوزه. وكانوا بيعملوا فيها آلية إن هم بيحطوا جرات الرمل في أرضية البير ويغمروه بالمياه ويكسروا جرات الرمل فيقوم يتسد المدخل للحماية من اللصوص. شقفة أوتاركا وضحت لنا طريقة الدفن الجنائزية وآلية عمل آبار الدفن والتكنيز. ممكن تكون الرسومات مش واضحة ليكوا قوي، لكن هحاول أوضحها لكم. هي مجموعة من المعزيين مجتمعين حول البير ومرسوم عليها رجل ينزل داخل البئر، وداخل غرفة المقبرة نفسها المتصلة بالبئر اللي بتكون بجانبه أو بأسفل البئر أو خلال بئر جانب البئر. مرسوم عليها كمان فريق الدفن بيحملوا التابوت إلى مكانه. ومن التفاصيل المذهلة إن أحد أفراد المجموعة لديه رأس ابن آوى. هنحاول نوضحها أكتر بالنظر إلى الوسيط الغير رسمي، ومن المرجح إن يظهر الرسم التخطيطي عملية الدفن كما حدثت قديما بالضبط. وأشاروا أن أحد أفراد المجموعة اللي بيرتدي قناع رأس ابن آوى قد يكون أحد الأمثلة الشهيرة في هيلدسهايم، هو هذا القناع المستخدم لانتحال شخصية أنوبيس إله التحنيط. القطعة الأثرية المذهلة اللي كشفت لنا التاريخ ده عبارة عن قطعة من الحجر الجيري 16 سنتي، وبتصور عملية نقل الجثة المحنطة، وبتصور كمان مجموعة من النساء بيشدوا شعرهم في حالة من الحزن. وعلشان كده بقول دايما الغرب كان بيهتم بالأحجار أكثر من الذهب، لأنه كان بينقل للعلم الأحجار والبرديات، وكانوا بيسيبوا الذهب والقطع النفيسة لسارق المقابر. كان العلم أهم.
شقفة أوتاركا من الحجر الجيري اكتشفت من قبل السير جاردينير سنة 1913، ويقال أن عمرها 1200 سنة ما قبل الميلاد. مسجل عليها الشعائر والطقوس الجنائزية اللي كانت بتحصل في آبار الدفن والتكنيز، علشان تثبت لنا اليوم أن ده بير دفن وتكنيز مش بير لسقيا المياه. أشوفكم على خير.